من يكون هذا الرافض لخلافة المأمون؟ أنت يا سليمان، أنت. هل جننت يا سليم؟ لا داعي للمكابرة. جابر، يا جابر، اقبض عليه وضعه في السجن. ماذا تفعل أيها الأحمق؟ أنا الوالي، أنا الوالي. لا شأن لي بمن تكون. ألا تعرفني؟ أعرفه، وأنت الذي أمرتنا بطاعة السري في كل ما يطلب. لم أكن أقصد نفسي. جابر، خذه يا جابر، خذه. يا حاشد، يا حاشد، ائتني بالحراس. أين الحراس؟ حراسك كلهم مقبوض عليهم. انتهى أمرك. أنا الوالي، أنا الوالي. كنت الوالي. كيف تمسكون بي؟ أنا الوالي، أنا الوالي، أنا الوالي. كيف تمسكون بي؟ أنا الوالي، أنا الوالي. أحسنت أداء المهمة يا جابر. سيكون لك شأن كبير إلى جواري. ولكنك لم تستأذن المأمون فيما حدث. دع المأمون لي. سوف أرحل إلى بغداد لأبلغه الأمر بنفسي. ومن ينهض بأمور الولاية في غيبتك؟ أنت يا جابر. وهل يقبل الناس ما حدث؟ الناس مشغولون بمعاشاتهم وبالقحط الذي أصاب بلادهم. جابر، أبلغ الناس أنني ذهبت إلى المأمون لأطلب إمدادات تساعدهم على معايشهم. أسمعتم ما جرى للوالي سليمان؟ ما لنا بالوالي، إنما يشغلنا ما نحن فيه. قوموا إلى الصلاة وادعوا الله أن يفرج عنا هذه الغمة. سوف يعم الخراب ولن يظهر في الأرض عود أخضر. المجاعة تنتظر الناس. مقياس النيل لم يزد عما كان عليه منذ 5 أيام شبرا واحدا. الزرع سيموت من العطش. تأخرت زيادة النهر هذا العام ولكنها تجيء إن شاء الله. الزيادة لن تجيء هذا العام، ولسوف يموت أهل مصر جوعا جزاء ما ارتكبوه في حق الإمام مالك. ما فعلنا شيئا يستوجب كل هذا. أرأيتم صاحبكم البويطي كيف ينتقد الإمام مالكا؟ أنا لم أنتقده يا إمام. لقد وافقته في بعض المسائل وخالفته في بعضها. أي شيء في ذلك؟ رأي مالك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تخالفها؟ عليه الصلاة والسلام. إني أرى أن رأي أبي حنيفة في بعض المسائل أقرب إلى السنة من رأي الإمام مالك، وقد وافقني في ذلك الإمام الليث. الإمام الليث أرأيت كيف انتقم الله منه فأتلف كتبه وأضاع علمه؟ ألا تتعظ لما حدث له يا رجل؟ ليس الليث وحده من يختلف مع مالك، هناك كثيرون غيره. لو وافق أهل الأرض جميعا على ما يخالف الإمام مالكا لوقعوا جميعا في الإثم وأصابهم البلاء. كيف تسكتون على من يخالف مالكا؟ هذه فتنة تصيبنا جميعا. يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة كل الفتنة أن نعطي قداسة لمالك ليست له ولا لغيره من الأئمة. كان الإمام مالك نفسه يعقب على فتواه قائلا: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أنت إذن معه في هذا الرأي. والله لا يمتنعن النيل عن الجريان وليموتن الزرع وتجدب الأرض ما دام في مصر أمثالكم ممن يتعرضون لإمام دار الهجرة. والله ما نجحد مالكا ولا ننكر فضله، ولكننا في نفس الوقت لا نرفعه إلى مصاف الرسل والأنبياء. يا أهل مصر، أهل مصر، إذا أردتم الرضا والخير أخرجوا أعداء مالك من أرضكم
واتقوا غضب الإمام مالك والتمسوا عفوه. اتق الله يا أبا عمرو، هذا كلام يخرجك من التوحيد إلى الشرك. بل تخرج أنت وصاحبك من المسجد. يا قوم يا قوم يا قوم، على رسلكم، اطمئنوا. أنا خارج ولن أعود قبل شهور، فأنا خارج مع القافلة الذاهبة للحج هذا العام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما يا إمام. لا تنسى أن تذهب إلى قبر الإمام مالك في المدينة وتسأله العفو عما بدر منك، لعل الله يكشف عنا ما نحن فيه ويجري الماء في النيل الذي نستقي منه. ما كان لك أن تفعل بالوالي ما فعلت يا سري. كان يدس في الخفاء ويدعو في السر إلى الامتناع عن مبايعة أمير المؤمنين. كان عليك أن تراجعني. خشيت ضياع الوقت، وعلمت أن بعض الثائرين يخططون على مبايعة ابن الأمين، فرأيت أن أقطع الطريق عليهم. لا أعرف مدى الصدق فيما قمت به، إنما فعلت ما فعلت وفاء لأمير المؤمنين وولاء لخلافته. ما أظنه أخطأ يا أمير المؤمنين، فلقد استقر الأمر في جميع ولايات الخلافة عدا مصر، وما كان يمكن السكوت على تخاذل الوالي وتهاونه. هذا ما رأيته، وليعاقبني أمير المؤمنين كما يشاء. ما أظنك مستحقا للعقاب. كل ما أرجوه أن يسارع أمير المؤمنين بتولية وال على مصر، أو يأمر بإعادة الوالي القديم ويعفيني من قيادة الجند. سليمان لم يعد صالحا للولاية يا أمير المؤمنين، فهو متهم بالتآمر، وإن كان بريئا من تهمة التآمر فالتخاذل ثابت في حقه. ومن تراه الأنسب لولاية مصر يا فضل؟ أمير المؤمنين أعلم بهذا مني. فليأذن لي أمير المؤمنين بإبلاغ من يختاره واليا بأخبار المتربصين بالخلافة في مصر، فلا شك أنهم سيعاودون إثارة الفتن. ما دمت تعرفهم وتقدر على إخضاعهم فأنت الأنسب للقيام بالأمر. أنا أمير المؤمنين ثقة غالية أرجو من الله أن أكون جديرا بها. لن يجرؤ واحد في مصر أن يخرج على أمير المؤمنين. ليست الصراعات حول الخلافة وحدها، ولكني سمعت بخلافات كثيرة بين أنصار مالك وغيرهم. سوف أعمل على التوفيق والتقريب في مسائل الدين وللمصالحة بين القبائل المتنازعة. أمير المؤمنين سوف يسمع عن مصر كل ما يرضيه. اكتب له بولاية مصر يا فضل. عفوا يا أمير المؤمنين، مصر تعاني هذا العام قحطا شديدا، فقد انخفض الماء في النهر ولم ينبت الزرع. آية بهذا تحتاج إلى المزيد من الحبوب. المسلمون إخوة وهم كالجسد الواحد يا فضل. أبلغ والي العراق ودمشق أن يبعث لمصر ما تحتاجه من حبوب. وسعك أن تذهب إلى السري الوالي الجديد لترفع شكوك مرة أخرى. السفينة التي تحمل كتبك لم تغرق عرضا، الأغلب أنها أغرقت عمدا. الله وحده يعلم ما حدث. لك أعداء كثيرون، فأنت تخالف وتختلف مع أصحاب مالك وأبي حنيفة. نحن أصحاب مالك نعرف قدر الليث ومكانته. لستم كل أصحاب مالك، هناك آخرون يبالغون في التعصب. لا بأس على كل حال من الذهاب بشكواك إلى السري الوالي الجديد
وربما وصل إلى الجاني في واقعة غرق السفينة. وأظنه يصل حتى لو جاء بالفعل. هل يجيء بالكتب التي سقطت في قاع النهر؟ عظم الله أجرك يا إمام. وددت لو غرقت مع السفينة وسلمت كتبي. بل تحمد الله على سلامتك، فالعالم لا يعوض. ماذا يبقى من العالم إذا ضاع علمه؟ ألست تعرف ما في هذه الكتب الغارقة؟ أنت بحمد الله قوي الحفظ. أعرف ما فيها، وربما في رأسي أكثر منها يا ابن عبد الحكم. بوسعك أن تعيد إملاءها مرة أخرى. ما عاد في العمر متسع. لو حدث ما حدث في أيام الصبا لاستطعت أن أعوض خسارتي. أطال الله عمرك يا إمام. ضاع العلم الذي أفنيت فيه عمري. كثيرون سمعوا منك وأخذوا عنك، سوف يحملون إلى الناس علمك. تمنيت لو كان لي من الأصحاب ما كان لي مالك أو لأبي حنيفة. مات مالك وترك من يخون على مذهبه، ومات أبو حنيفة وترك صاحبيه أبا يوسف ومحمد الحسن يسجلان فقه. أما أنا فلن أجد ما وجداه، وهذا ما يشعرني بعظيم خسارتي، وهذا ما يحز في نفسي يا ابن عبد الحكم. البويطي يا إمام كان يلازم مجلسك أول ما يعود من الحج، تبدأ معه في تدوين ما كانت تحويه كتب. صدق الله العظيم. أعددت لك الطعام الذي تحبه يا إسحاق، وجهزت لك الثياب التي تحتاجها. هل تريد شيئا آخر؟ بارك الله فيك يا نفيسة. هل تأذن لي في أن أخلو بنفسي في حجرتي؟ طبعا، لك ما تشائين. نلتقي وقت الغداء. غداء؟ تعلم أنني صائمة، أما أذنت لي بالصيام؟ نعم نعم، لقد نسيت. يا نفيسة، كم أشفق عليك من مداومة القيام والصيام. ما أقل ما أفعل. أما جاءك قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. أعلم ذلك، وأعلم أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أراني مستطيعة للصيام والقيام. كل ما أخشاه أن أفرط في حقك. لا يا نفيسة، لا، أنت لا تفرطين في شيء. الحمد لله، حق الزوج فريضة على المرأة، والفروض مقدمة على النوافل. بارك الله فيك وأعانك على تقواه، فأنت تعرفين حقه وتعرفين قدره. أعرف قدره، وما قدر الله حق قدره. سأذهب إلى خلوتي، وإن شئت شيئا لا تتردد في طلبه مني. تفضلي. بارك الله فيك. حمدا لله على سلامتكم. تقبل الله منكم وجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. لقد أتممنا الحج وجئنا المدينة لزيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ونريد مقابلة نفيسة العلم نستعلم منها عن بعض المسائل. هل تأذن لنا في رؤيتها يا إسحاق؟ لأنه لا يمكن أن نكون في المدينة دون أن نلتقي بحفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألها في بعض المسائل وتدعو لنا ولأهل مصر، لأننا في مصر أحوج ما نكون لدعائها في هذه الأيام. أجيء بها إليكم. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا يا إخوان، اجلسوا.
تقبل الله يا نفيسة. منا ومنكم صالح الأعمال. نساء ورجال من مصر يريدونك في حاجة. لا أكاد أخلو بنفسي حتى أجد من يأخذني منها. جاءوا في قضاء حاجة، أليس قضاء حوائج الناس عبادة؟ هي أفضل العبادة يا إسحاق، هي كذلك. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتكم. سلمك الله وعافاك وبارك فيك ونفعنا بك يا حفيدة رسول الله. لا تؤاخذينا يا نفيسة العلم، فقد قطعنا عبادتك وأخذنا بعض وقتك، ولكن كان لابد لنا من رؤيتك. مرحبا بأهل مصر في داري، لقد أوصانا بهم جدي عليه الصلاة والسلام، وقال إن لهم فينا ذمة ونسبة. بعد أن انتهينا من مناسك الحج والحمد لله، ونسأل الله أن يكون حجا مبرورا وأن يغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، جئنا نسألك يا نفيسة العلم في بعض ما جاء بالموطأ، ثم بعد أن ننصرف بإذن الله تريد النسوة أن أسألنك في بعض ما يخصهم. سألوني ما شئتم أجبكم بما أعرف. بارك الله فيك يا نفيسة العلم. هو دين لكم عندي يا أهل مصر، فلست أنسى عندما جاءتكم عمتي زينب بنت علي كرم الله وجهه بعد مقتل أهلها في كربلاء، فأرسيتم جراحها وأحسنتم استقبالها. هي التي أكرمتنا بالمجيء إلينا، فقد شرفت مصر عندما قدمت إليها وأقامت بها، فهي نفحة من نفحات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الناس عندنا يحبسون الأموال لإنفاقها على ذوي الحاجات المقيمين حول ضريحها. بارك اللهم أهل مصر وآتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كم نحن بحاجة إلى دعائك يا حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألي الله أن يصرف عنا ما ينتظرنا. أي شيء ينتظركم؟ أرى على وجوهكم مسحة من الحزن والخوف. يا نفيسة العلم، نحن في مصر في وضع لا نحسد عليه، فقد دخل النيل بفيضانه علينا هذا العام، ونخشى أن يستمر الجفاف إلى وقت لا يعلمه إلا الله، ولو صار الأمر إلى هذا لمات الزرع وجف الضرع وما وجد الناس ما يأكلونه. الغلال في الصوامع لا تكفي بضعة أسابيع، والمحصول الجديد لا يجد الماء. هو الذي يجري الماء وينزل الغيث. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. هيا يا إخوتي، فليؤمنا واحد منكم لنصلي صلاة الاستسقاء. الحمد لله، نزل الغيث وفاض ماء النهر وذهب القحط الذي كان يتهدد مصر. البشر على الوجوه والأسواق تزدحم بالناس يشترون لوازمه. لهذا جئتما بكل هذه الثياب والنعال؟ ما تكلفت أكثر من 20 دينار. 20 دينار؟ 20 دينار تنفقها زوجة الوالي وابنته في يوم واحد،
في يوم واحد. يا وجهي يا وجهي، ماذا يقول الناس؟ إنكما تفسدان ما أدبر له. ما الذي تدبر له؟ صار لك الولاية، ومن حق أهلك أن يصيبهم الخير الذي أصابك. سوف يقول الناس إن الوالي وأهله غارقون في الطرف، يستأثرون بأموال الناس، وربما وصل الخليفة هذا. أكثر الناس في السوق لا يعرفون. يا عبلة يا عبلة، لن يخفى الأمر. المأمون ولاك أمر مصر، ووفقت في ضبط أمورها، وهو أكثر ما يكون اطمئنانا لك. تحدث أحد العقلاء عن 3 لا أمان لها، بينها الحاكم وإن قرب منك. الذي عينني يستطيع أن يعزلني، فماذا يكون الأمر؟ ماذا لو رتبت لهذا الأمر؟ بوسعك أن تشتري ضيعة نعيش من ثمارها لو تغيرت الأمور. وما أدراك أن الخليفة عندما يعزلني لا يقبض أموالي أيضا؟ ما هذا التطير يا أبي؟ الخليفة لن يجد واليا مثلك، وقد ضبطت له الأمور. يا عبلة، لقد تعاقب على ولاية مصر 5 ولاة خلال السنوات الأخيرة. ماذا لو أنني كنت سادسهم؟ تساورك كل هذه المخاوف لأننا جئنا ببعض الأثواب والنعال. بل أفكر في الأمر منذ جلست على كرسي الولاية. العاقل من يستعد للأمر قبل أن يقع حتى لا يقع. لا أشك في قدرتك يا حبيبي، فقد أخذت الولاية بتدبير محكم. وماذا بعد الولاية؟ المهم ضمان الاستمرار فيها. وكيف ذلك يا أبي؟ إدريس بن عبد الله أقام دولة الأدارسة في المغرب، وتبعه إبراهيم بن الأغلب حيث أقام دولة الأغالبة في تونس، واستقل كلاهما عن الخلافة في بغداد. لكم تمنيت لو أقمت دولة السري في مصر. وهكذا تضمن الحكم لنفسك ولولدك من بعدك. لكن الأمر يحتاج إلى حذر شديد وتدبير محكم. تسير الأمور على خير ما يرام في خراسان، وكذلك في الحجاز واليمن ومصر. لم تعد هناك ثورات على الخلافة. ليس هناك ما يشغل من أمور الحكم، فلنبحث عما يشغل من شؤون الفكر. يرغب مولاي أن نبدأ بسماع الشعر؟ بعض الشعراء بالخارج. وما عندك غير الشعر؟ هناك الحوار بين أصحاب الكلام وأصحاب الحديث، ولقد حددنا لهم موعدا وهم ينتظرون بالخارج. نعم، هذا هو الحوار الذي يشدني ويمتعني. هاتهم على الفور يا فضل. أمر مولاي. السلام عليكم ورحمة الله يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا، اجلسوا اجلسوا. ما عندكم يا دعاة الفكر والمنطق؟ تحاورون فيه أصحاب الأثر والسنة. إذا رأى أمير المؤمنين تحدثنا عن صفات الله تعالى وما ينبغي له من الإجلال والتنزيه. ما رأيك يا شافعي؟ معرفة الله سبحانه وتعالى أساس الإيمان، وتنزيه الله جل وعلا جوهر التوحيد. نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإنه خالق كل شيء. لا إيمان لمن لا يقر بذلك. إذن أنت تقر بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء.
السماوات والأرض، النجوم والجبال، وخلق الشجر والدواب. لا خلاف على هذا الأمر. وخلق القرآن أيضا. مرة أخرى يا بشر تردد هذه المقولة الخاطئة. لما نستثني القرآن من كل ما خلق الله؟ القرآن كلام الله وهو ليس بمخلوق. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. ويقول في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. سبحان الله العظيم. ويقول في الآية الثالثة في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن الله سبحانه وتعالى سوى بين هذه الأشياء وبين القرآن في مسألة الخلق. جعلنا بمعنى خلقنا. فما رأيك يا شافعي؟ أقول يا بشر: القرآن كلام الله ولا أزيد. أرأيت يا أمير المؤمنين، أرأيت كيف يتهرب من الإجابة؟ أنا لا أتهرب يا أمير المؤمنين، ولكن أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو قلت في القرآن بما لا أعرف. إذا كنت لا تعرف فغيرك يعرف. يا بشر ما جدوى هذه المقولة الخاطئة وما نفعها للمؤمنين؟ ألا نستطيع أداء العبادات والطاعات دونها؟ بلى. فلماذا إذن نتعرض لها بالحوار والجدال؟ السؤال يا شافعي: لماذا لا نتعرض لها لكي نصل إلى إجابة على تساؤلاتنا؟ السابقون الأوائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لمثل هذه المسألة، فلما لا نتأسى بهم؟ هكذا أنتم يا أصحاب الأثر والحديث يعمدون إلى منهج هكذا وجدنا آباءنا يفعلون. غلبوك بحجتهم هذه المرة يا شافعي. ما لهم حجة يغلبون بها يا أمير المؤمنين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولذلك فلا يحق لنا أن نجعل القرآن الكريم موضوع جدال كهذا. وما يمنع يا شافعي؟ يا أمير المؤمنين، القرآن حصن هذه الأمة، ولو فتحنا الأبواب للجدال فيه اهتز الحصن وضاعت هيبته، وسقطت الأمة في الكثير من الشكوك والفتن. يكفينا هذا اليوم، ولنعاود الحوار في وقت آخر. هذيلة، عندي من الأخبار ما سوف يسعدك. ارتاح المأمون إلى رأينا في مسألة خلق القرآن، وعهد إلي بالإشراف على بيت الحكمة. الذي يقوم بجمع الكتب الأجنبية وترجمتها. هداك الله إلى ما يحب ويرضاه. لماذا تقابلين الأمر بهذا الفتور؟ حسبتك تسعدين به؟ وما يسعدني الراتب الذي سوف نأخذه من العمل الجديد. الناس تسعد براحة البال وليس بكثرة المال. ليس المال وحده ما يسعدني، ولكنه الفوز الذي حققناه على الشافعي وأعوانه. الشافعي يا بشر لا يستحق منك هذه الشماتة.
لعلك تأخذين بآرائه كما فعلت ابنتك مسلمة. لست على قدر من العلم حتى أحكم على رأيه، ولكن لن أنسى له ما فعله معنا في غيبتك، آوانا وأكرمنا في داره ليزوج ولده بابنتي. حسب أن هذه المصاهرة ستجبرني على الخضوع والاستسلام لرأيه. ما يؤلمني هذه القطيعة بينك وبين ابنتك. ما هي ابنتي بعد أن خذلتني وتمسكت بزوجها رغما عني؟ ما كانت تستطيع أن تترك زوجها. وعد ابن الشافعي أن يطلقها لو طلبت ذلك، لكنها أصرت على التمسك به. أرادت لوالدها أن ينشأ بين أبيه وأمه. بل أرادت ألا تخذل الشافعي التي تعتنق آراءه وأفكاره. أما أنا لك أن ترضى عنها. جاءتك أكثر من مرة تلتمس عفوك، أما حان الوقت لتصفح عنها. لا أسامحها ولا أصفح عنها طالما بقيت علاقتها بالشافعي وولده. أليست وحيدتك التي تحبها؟ بالله عليك لا تحملها ما لا طاقة لها به. لقد انتهى الأمر في هذا الموضوع، ولا أحبك أن تعودي فيه حتى لا تفسدي ما بيننا. نحمد الله ونشكر فضله أن استجاب لدعائك لنا يا نفيسة العلم. فبعدما عدت من زيارتي السابقة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أملت أن يفيض الله علينا من فضله وكرمه، فيروي أرضنا وينبت زرعنا ويكفينا قوتنا. وأخبرت أهل مصر أنك دعوت الله لهم وصليت لهم صلاة الاستسقاء، فاستبشروا خيرا. هل فاض النيل كما يحدث كل عام؟ بل أكثر مما يحدث كل عام، فجاء المحصول وفيرا والخير عميما والحمد لله. الحمد لله. كل من في مصر يرد لك الفضل. استغفر الله، إنما صليت ودعوت كما صلى غيري ودعا. كلهم موقنون أنه لولا دعاؤك وصلاتك ما كان الله ليستجيب. استغفر الله استغفر الله، كل شيء عنده بمقدار. لقد أرسلنا أهل مصر إليك بهدية متواضعة لا تليق بمقامك الرفيع يا حفيد رسول الله. الهدية عبارة عن 3 جمال محملة بالعطور والملابس والمواعين من النحاس والفخار. نرجو منك أن تتقبليها منا هدية متواضعة ولا تردين خائبين بإذن الله. ما قبلتها حتى تنظري الأمر يا نفيسة. كل طوائف التجار والصناع والزراع أرادوا أن يشاركوا ببعض ما عندهم عرفانا بجميلك. لا حاجة لي في شيء من ذلك. نعلم أنك لا تحتاجين هدايانا، ولكننا نحتاج أن نقدمها لك، فبالله عليك لا ترديها. هذا أقل ما يجب، نقدمه شكرا لمن وقفت بجانبنا ودعت لنا. الشكر لله وحده الذي كشف الغمة. يا نفيسة العلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلتأمري بإنزال أحمال الجمال ال3. أظنك لا تقبلين أن نعود بها إلى مصر. كان جدي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وأنا لا أخالف سنته، ولكني أستأذن في أن أوزعها على المحتاجين من أهل المدينة. الهدية لك يا حفيدة رسول الله، تهدينها لمن تشائين، تتصدقين بها، تعطين منها لمريديك وأحبابك. افعلي بها ما شئت. بقي أيضا رجاء آخر لأهل مصر تتمين به المنة والفضل منك. أنا لا أتأخر عنهم في شيء. إنهم يدعونك لزيارة مصر. أسأل الله أن يعينني على تلبية الدعوة. إننا ننتظر هذه الزيارة هذا العام. هذا العام أخرج مع نفيسة إلى حران، فقد رتبنا ذلك. حران؟ نعم، إنها على طريق الموصل والشام، ويقولون إنها أول مدينة بنيت بعد طوفان نوح عليه السلام. يا إسحاق، رضي الله عنك وغفر لك، تخرج بنفيسة العلم إلى حران؟ إنها مدينة قاحلة جرداء لا زرع فيها ولا ماء، تقع وسط الصحراء. اتق الله يا رجل. يكفيها شرفا أنها كانت مأوى إبراهيم وسارة صلوات الله عليهما،
ويكفيها أن الله باركها كما يرى بعض المفسرين في قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. نحن مصممون على زيارتك لمصر. نزورها في عام قادم إن شاء الله، هذا العام لزيارة مأوى جدي إبراهيم عليه السلام. بعدما تعودين من حران تبدأين زيارتك لمصر. لا أحتمل سفرين طويلين في عام واحد. هو سفر واحد يا نفيسة العلم. في طريق عودتك من حران إلى الحجاز سوف تمرين بغزة، وغزة على حدود مصر. لا أعد بشيء كهذا. فلتجعلي من مصر محطة تستريحين فيها بضعة أيام قبل مواصلة السفر إلى الحجاز. بالله عليكم لا تلحوا علي، كم يؤلمني أن تطلبوا مني شيئا لا أقدر على الاستجابة له. أعيدي علي ما كتبته يا مسلمة. نحن نأخذ بقول الصحابة عند اتفاقهم على أمر له سند من الكتاب والسنة. ليس له سند من الكتاب والسنة، فلو كان له سند من الكتاب والسنة لكان الأولى بنا أن نأخذ به مباشرة. أصحح ذلك في الأوراق. ما بك يا مسلمة؟ تكثرين من الأخطاء هذه الليلة، لست كعادتك. عذرا يا عمي، فأنا متعبة بعض الشيء. أملي علي ما تريد وسألتزم الصواب قدر استطاعتي. دعينا من الإملاء الآن. حدثيني عما يشغلك يا ابنتي. لا شيء. أهو ولدي عثمان ألا يحسن معاملتك يا ابنتي؟ ما رأيت منه غير كل خير. إذا ما الأمر يا مسلمة؟ أخبريني، ألست بمثابة أبيك يا ابنتي؟ ما أعانيه يا عمي هو موقف أبي. ذكرت لي أنه يتحدث عن كتاب الله بما لا يرضي الله ورسوله. هو يصمم على مقولة أن القرآن مخلوق، وكم طلبته بالكف عن هذه المقولة، ويكتفي بأن القرآن كلام الله ولا يزيد، وهذا هو جوهر الخلاف بيننا. كم أشفق عليه من هذه المعصية التي يتردى فيها. سل الله له الهداية. ذهبت إليه أكثر من مرة أطالبه بالامتناع عما يثير من أقاويل، ولكنه رفض أن يسمعني وكاد يطردني من الدار. فعلت ما تقدرين عليه يا مسلمة، ولا ذنب عليك بعد ذلك. ولكنه غاضب مني. أخاف أن يكون غضبه ذنبا أحمل وزره. كم أوصانا الله ببر الوالدين والحرص على مودتهما. يا ابنتي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت ما خالفت أباك إلا في الحق، ولك أجر التمسك بالحق. أخاف أن يكون في عصيان أبي ما يذهب بهذا الأجر. لا تغضب مني يا إمام، أعرف أنك تخالفه وتصارعه، ولكنه أبي. بارك الله فيك يا مسلمة، فقد أمرنا الله ببر الوالدين وإن كان مشركين. يقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. كم حاولت معه وذهبت إليه مرة بعد أخرى حتى أحسست المهانة والمذلة. ليست مذلة ولكنها من الرحمة. يقول تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واصلي يا مسلمة البر بأبيك. أعرف أن أبي عنيد ولا فائدة من استرضائه. الفائدة عائدة عليك، فكلما تتوددين إليه يزيد الأجر وترتفع الدرجة. أما جاء أحد من أصحاب الحديث
أين الشافعي وابن حنبل؟ لم يعد لهم موضع في مجلس أمير المؤمنين. أدركوا أنهم لا يقدرون على الجدال والمناقشة فأعثروا الفرار. لا أحب أن يتغيبوا عن المجلس. ما عاد عندهم شيء يقولونه يا مولاي. ولكننا لا نسقط مكانتهم. يكفي الواحد منهم أن يقول: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيقترن اسمه باسم الرسول الكريم، يردده الناس معه. كلنا يشجعهم على طلب الحديث ونشره، ولكنهم يريدون فرض انغلاقهم وتزمتهم وإلزام الناس به. فليقل كل واحد منا ما يريد، ولتتصارع الآراء وصولا إلى الصواب. أسمعتم ما يقوله أمير المؤمنين؟ لا حرج علينا في أن نعلن ما نعتقده بين الناس. وهل يشمل ذلك رأينا في مسألة خلق القرآن يا أمير المؤمنين؟